وجهت وجهي ذا قرب من الله بجاه أحمد ذا سوق إلى الله وجهت وجهي ذا قرب من الله بجاه يدي وما
bil
حمدا لمنزل الدنا وداعي ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل الدنا وداعي ومنزل الشفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليدعوا به عن البلاء ثم على من ليس مستزامرت يبرأ بلا بد وفاز بالقدر محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلام ربنا الكريم والآل والصحب ذوي العلام محتاج الأصحاب للشفاء هذا وإن اليوم ذو أوجاع مبتقيا أولى المجيب داني وأشتكي إليه ما من الدرر قد مسني أداراني مهتدر يا ربنا ثم بيمن رمضان الأعظم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واهد إيمانا وتجاوز عنا وأنزل يا ربنا خير النعم مكان ما نخاف من شر النقم وهب لنا الآلام والمزايا وكفنا الآفات والرزايا وهب لنا الحرص على النوادي وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر البرايا شافي أنزل شفاءك مكان داري ولا تهاملنا بالابتلاء وأنزل النفع مكان الضر وأنزل الخير مكان الشر وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر واشف جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا وحزنا آجلا ونجهم وعافهم والطف بهم ولا تواخذهم بكسر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لقبلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أولادهم لا تقدرون على بلائك لكم يسألون قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا لكنما تلذذ الجوارح أبداؤهم لأخبر القبائل فلا تؤاخذهم بما لا ينقصون ولهم بالذي لا ينقصون يا الله يا مقلب القلوب علم قلوبنا عن الغيوب وأغننا بهم بكل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين طرا لنا أخلاء فنبقى طرا
والمؤمنات ثم آمين وداد واجعل جميع المسلمين في ارتقاب والمسلمات بازديادهم تقاب واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع المخلصين زاهدين واجعل جميع الزاهدين ناصحين واجعل جميع الناصحين صادقين واجعل جميع الصادقين فائزين وآخرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم بنا أذى وضيرا وآخرنا بحبهم لوجهك وآخرهم بحبنا فلنسلك واجعل جميع إخوتي والنسبي في رحمة يوم ازدداد النسب واجعل لنا هنا وعنا عذاب ساقط تفضلا فنرزاب وأبلنا مكارم الأخلاق ما تغاب في بلا صفات واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يعين للصغير واجعل قلوبنا على التوابع بلا تنازع ولا تحاسد ولا تقاسم ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر حتى نصير مسلمين خاشعين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وآمنا بعافية تكون في الدارين غير عافية واهدنا وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من شفى الأمراض ووافق المرغوب والأفراد محمد طبيبنا الهمام المبرئ الأمراض والأسقام وسليا عليه ثم سلما وآله مع أصحاب الكرماء ما أبلغ المسؤول بالدعاء ووفي المريض باستشفاء يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق مطلب الشفاء ودم عليه في المساء والصفاء وأخلصا لنا شفاء وفلاح بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى أيس من الله عند جولي إبليس ناديته بيا ولي أيس من الله عند جولي إبليس ناديته بيا ولي نبى لخير الله قبل في الدليل بآل بدر الوصول كدري نبى لخير الله في التكارم كل أذى لجنى ومكان علمني الرحمن في السفينة بأنني قديم ذي المدينة برأني الله لدى تنادي من كل جانب إلى المناجم أذهب عني الله في كرم مساء قبل مبارزي وعني القلبسات داني الرحيم عند داوي لو بما أنا عن التساوي يسأل للمنى لجانب الولي من قادني لقاد لبدر الأسود من تزع الواسع والأسود يقول لي أين أكون الله تبشير لا إله إلا الله ساق لخير الله فيما ينبى ما ساء قلبي وأهل الجنة لله قد وصلت عند جلوى وسالني عما يجر القلوى كتابتي قد لدى المهور كفت حياتي إلى الممور علمني العليم عند ساخرات بما يشاء
الخبير هو الكبير ما لا يكون من الآي مدى الخبير هو الكبير ما لا يكون من الآي مدى الخبير من بعد